انا مش عارفه ازاي لحد دلوقتي ما تعرفيش بقى ان كوبايتين السمسم دول هيعملوا لك اكتر من 2 كيلو ونص من الطحينه الخام. ايوه زي ما بقولك كده، ومش كده وبس، هقولك ازاي الطحينه بتاعتك بقى مستحيل تفصل معاكي من اول بطرمان لحد اخر بطرمان. يلا نسمي بالله ونبتدي على طول. اول حاجه جبت كوبايتين من السمسم، واحده بقى متحمصه والكوبايه التانيه سمسم ابيض زي ما انت شايفه كده. حطيتهم جوه طبق كبير وهبتدي بقى ابص فيهم كويس عشان لو فيهم واحده كده مش حلوه اشيلها على طول. ضفت كمان عليهم كوبايه من الدقيق. كل الكوبايات اللي انا مستخدماها معيار 250 جرام، يعني ربع كيلو من كل حاجه، يعني نص كيلو من السمسم، ربع ابيض وربع متحمص، وربع كيلو من الدقيق. دي كل المكونات بتاعتنا اللي هنعمل بيها الطحينه النهارده. بعد كده هحطهم بقى جوه طاسه كده وابتدي بقى ان انا احمصهم شويه، يعني مش هحمصهم، انا هسخنهم كده علشان اطلع منهم بس كل الرطوبه. محضره بقى معايا المطحنه بتاعتي. المطحنه اللي انا مستخدماها دي مطحنه كبيره شويه، ممكن طبعا انتي تستخدمي المطحنه الصغيره بتاعه الخلاط، هتقوم بالواجب ومش هتقول اي حاجه، بس يعني بيكون حجمها اصغر شويه فهنطول بالنا كده واحنا بنطحنه. المهم بقى وانتي بتطحني السمسم بتاعك تاخدي بالك بقى ان انتي لازم تطحنيه خالص كده لحد ما يتحول معاكي لعجينه كده، او بيكون عامل زي الرمل المبلول اللي هو تمسكيه كده بايديكي تلاقيه عامل زي العجينه زي ما هتشوفي كده بالظبط. بصوا هو ده القوام اللي احنا عاوزينه. ولو لسه مكمله الفيديو معايا امانه عليكم تدعمونا بلايك، ودعواتكم الحلوه اللي بتفرح قلبي، والله ببقى سعيده جدا وانا برد على التعليقات تعليق. هخلص كل الكميه بنفس الطريقه عشان ما اطولش عليكم. وقبل ما انسى بقى ما تنسوش تحملوا التطبيق اللي انا دايما بسيبه لكم بقى في التعليقات. والتطبيق ده لو اول مره تسمعي عنه، ده تطبيق فيه وصفات كتير بدون لحمه ولا فراخ، وكمان فيه وصفات اقتصاديه على قد الايد. هسيبلك الرابط بتاعه في التعليقات. خلصت كل كمية الطحينة بتاعتي وحطيتها على جنب. واهم خطوة بقى علشان الطحينة بتاعتنا اللي بيشتكي وبيقول بتفصل، طبعا هي بتفصل عشان احنا بنستخدم الزيت بطريقة غلط. لازم الزيت الاول تحطيه جوه الخلاط وتحطي عليه شوية ملح، وتبتدي بقى تشغلي الخلاط عليه كده لمدة دقيقتين لحد بقى ما القوام بيكون كده وشكله بيكون كده. يعني بصي بيبقى عامل ازاي، لونه بيتغير ويفتحها خالص، وهو ده بقى السر اللي بيخلي الطحينة بتاعتنا تفصل معانا. واحنا شغالين كده هنبتدي بقى نزود الطحينة بتاعتنا كده او السمسم بالشكل ده كده واحنا مشغلين الخلاط. ولو حسينا ان القوام تقيل شوية ممكن نزود شوية زيت، مفيش اي مشكلة. انا استخدمت هنا على كل الكمية دي حوالي 400 جرام من الزيت، وطبعا نستخدم زيت كويس عشان بقى هو ده اللي هيخلي طعم الطحينة بتاعتنا حلوة. وبالنسبة بقى لكوباية الدقيق اللي انا ضفتها، الدقيق هنا بقى بيخلي القوام تقيل، هو اللي بيدينا القوام الحلو اللي احنا عايزينه، لان الطحينة بتاعتنا لما بتقعد كده بنحس ان هي بتتقل، وده بيكون سبب الدقيق اللي احنا ضايفينه. زي ما انت شايفه كده خلصت كل الكميه. هجيب البرطمانات بتاعتي، طبعا غسلينها كويس جدا ومنشفينها ما يكونش فيها ولا نقطه ميه عشان الطحينه بتاعتنا ما تبص. زي ما انت شايفه كده هبتدي بقى اعبي البرطمانات، وفي المرحله دي بقى ما تغطيش البرطمانات خالص، بنسيبها كده من غير الغطا بتاعها لحد بقى ما تبرد خالص الطحينه بتاعتنا. هتحسي بقى دلوقتي ان قوام الطحينه خفيف شويه، طبعا لما هتسيبيه شويه كمان هيتقل القوام. انا بغطيه دلوقتي وهو لسه سخن، بس بعد ما هقفل الكاميرا هشيل الغطا وهسيبه بقى لحد ما يبرد خالص، وبعد كده هغطيه وادخله بقى في المطبخ عادي، مش هحطه في التلاجة ولا حاجه، بس البرطمان لما تفتحيه وتاخدي منه تدخليه بقى في التلاجة عشان ما يبص.